اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كل عام وانتم بالف خير. النهارده يا جماعه بنسيح الزبده الصفراء اللي هي البقري. دول 3 كيلو رفعناهم على النار، طبعا نار متوسطه جدا، لا هي واطيه ولا هي عاليه. هنسيح ال3 كيلو دول. الزبده دي من عند ام عمرو، وانا اول مره اجيبها، بس بصراحه دقتها تحفه، جميله جدا وسعرها معقول جدا. دي خض مكن يا جماعه، مش البلدي اللي هي بخيرها كلها. دي 80% خير، يعني مش 100%، بس طعمها وهي نية تحفة. يلا هنسيحها مع بعض وهنشوف. اللي عاوز السعر وعاوز يعرف منين جبناها يكتب لي في الديسكريبشن تحت، وانا هكتب له في التعليقات التليفون ومنين يتواصل ويجيبها. خليكم معايا هنسيحها مع بعض وهنشوف هتاخد معانا قد ايه وقت، وكمان هتطلع مرطة قد ايه. خليكم معايا. هنا كمان هنسيح الزبدة البيضة الجاموسي، طعمها في منتهى الجمال، حقيقي تحفة. والله انا مش بعمل دعاية يا جماعة، بس والله فعلا جميلة وسعرها هايل. يبقى هنا معانا الزبدة الصفراء وهنا معانا الزبدة الجاموسي. هنسيحهم مع بعض وهنمشي مع بعض خطوة خطوة كده وهنشوف هتطلع معانا ايه. خليكم معايا. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. الريحة ملت البيت ما شاء الله. ده 1.5 كيلو من الزبدة الجاموسي اللي هي البيضة ما شاء الله. بقى لها 10 دقايق دلوقتي على النار وقربت تدخل سوا زي ما حضراتكم شايفين. كل اللي فيها حبة لبن اهم. الريحة ما شاء الله، الله اكبر. لسه طبعا الزبدة الصفرا اللي احنا مبطين عليها لسه ما جليتش، هصور لكم المرحلة الجاية. الزبدة الصفرا هي يا جماعة بدأت تغلي، شايفين ما فيهاش اي مية ما شاء الله. هو حاجات صغننة كده زي ما يكون بواقي لبن ما شاء الله، في منتهى الجمال. كده حبايبي خلاص السمنة استوت زي ما حضراتكم شايفين، طالما الحرف بتاعها بقى لونه زي ما حضراتكم شايفين كده، وهي خلاص الزبدة اهي اتفصلت اهي زي ما حضراتكم شايفين فصلت، وده والمرطة بقت لوحدها والسمنة لوحدها، يبقى هي كده تمام استوت. هنطفي عليها ونستنى لما البقري كمان تستوي وارجع لكم تاني. البقري لسه شوية زي ما حضراتكم شايفين، لسه فيها لبن اهو. وزي ما حضراتكم شايفين الزبدة الصفرا ما شاء الله ما شاء الله استوت اهو زي ما حضراتكم شايفين. الزبدة بقت صافية اهي، بقت سمنة ما شاء الله. واللي باقي تحت ده بواقي المرطة اهو، مبقاش فيها لبن خالص لانه كلها تحت. هنسيبها لما تركز كده مكان المرطة. هنجيب بالمعلقة شايفين يعني فصلت اهي مرطة لوحدها زي ما حضراتكم شايفين كده. خلاص دخلت سوا بصراحة، الريحة وطعم تجنن. شكرا يا ام عمرو، ومش اول ولا اخر تعامل معاكي، وان شاء الله هبعت لكل زبايني. كل عام وانتم بالف خير.